السلام عليكم. سلام يا جماعة الخير، سلام متابعين صفحة مريومة مطبخ. اليوم راح نديروا وصفة ورق العنب. نحتاج في وصفة ورق العنب الأرز. هذا الأرز أنا درت أرز كمية كبيرة، واللي تحب تنقص الكمية دير ميزانها عينها. رايحة واش ندير هذا الأرز؟ رايحة ننقعه في الماء، رايحه نغسلو الاول، رايحه نغسلو 5 غسلات باش نحيلو النشويات نتاعو، ومن بعد نحطو يتنقع نص ساعه، ومن بعد نصفيه. نحتاجو ورق العنب، نحتاجو الملح، نحتاج الفلفل الاسود، ونحتاجو هذا الكزبر الناشف، ونحتاجو 2 حبات بصل مرحيين، ونحتاجو هذه الكميه تاع اللحم. انا درت كميه مليحه شويه كبيره، اللي تحب تنقص واللي تحب دير كيما هكا دير. نحتاجو هذا الزيت، وهذا كان خليط نتاعي تاع ورق العنب. ونحتاجو مع الورق العنب نتاعنا نحتاجو هذه الخضروات باش نحشوها مع الورق العنب نتاعنا. وهذا ورق العنب راح نجبدو بشويه وتشوفوا كيفاش نلويها. هذا ورق العنب، هذا ورق العنب اللي حشيناه مع بعضنا ولفيناه. هذه الكميه تاع هذه الجريوات، هذا الفلفل اللي حشيناه مع بعضنا. في المرق نتاعنا واش نحتاجو اللحم، ونحتاجو الدجاج. اللي تقدر تستغناو على الدجاج وديروا اللحم، وتقدروا ديروا الدجاج وتستغناو على اللحم، وتستعملوا هذه مرق الدجاج ولا مرق اللحم ولا مرق الخضار اللي تحبوها. رايحين نروحوا للمرق نتاعنا. نحتاجوا في المرق نتاعنا البصل، نحتاجوا فلفل اسود، ملح، ونحتاجوا الزيت، ونحتاجوا مع المرق هذا الليمون اللي فيه شويه دبشه. وهذه حبه تاع القرص رايحه نقطعها دي ترونش ونحطها مع فوق ورق العنب، ودرك تشوفوا الطبخ نتاعها. رايحه ندير شويه زيت، ورايحه ندير البصل نتاعنا هذا، ورايحه نحط الدجاج، ونحط هذا اللحم.
هذا الليمون اللي درناه نزيدو فوقها. ولهنايا رايحين نحطوا هذا الليمون ثاني اللي قطعناه شرائح، رايحين نزيدوه لهنا. اللي ما تحبش دير الليمون كيف قلت لكم ما ديرهاش، تستغنى على هذه الخطوه هذه. ورايحين نزيدو نمرقوها بالماء، لازم يغوض الماء تاعها مع السطح. شوفوا كيفاش راهو مع السطح الماء تاعها. هذا الصحن نقلبوه على وجهه فوقها. شوفوا لهنايا راهي طابت ورق العنب تاعنا. رايحين نحو هذا الصحن ونشوفوها. يا جماعة الخير، هذا هو الطبق نتاعنا تاع اليوم، ورق العنب. الشكر لمتابعين الصفحة مريومة مطبخ وصفات مريومة. ديروا لايك، كومنت، هيت ذا بيل، سبسكرايب. يلا سلام.